ما تتعشمش في حد غير في ربنا، وبالذات لو انت عايش في الغربة. ده عنوان الفيديو، لكن التفاصيل بقى. من حوالي 11 سنة أول لما وصلت أمريكا كنت مقدم على شركة تأمين، يعني شركة في نفس المجال اللي أنا كنت بشتغل فيه في مصر. وكان الإجراءات بتاعتهم كانت هتطول شوية لغاية ما يجيلي الموافقة وكلام من ده، فكان تقريبا عندي حوالي شهرين ما بعملش فيهم أي حاجة. فقلت بدل ما أنا أقعد أستنزف من الفلوس اللي معايا اللي أنا جايبها معايا، يعني ممكن أنزل أدور على شغل تاني، حاجه كده مؤقته وبتاع، يعني تدخل لي اي فلوس وخلاص. فقعدت الف هنا وهنا، المهم لقيت مطعم طالبين حد يعني بارت تايم، محتاجين حد بس جمعه وسبت وحد، ويشتغل حوالي 20 ساعه في الاسبوع. فقلت حلو مفيش مشكله، فبتفق مع الراجل كام والفلوس وكده، فقال لي مبلغ، طبعا مبلغ صغير جدا. قلت مش مشكله، احسن ما انا ايه اضيع فلوس من جيبي يعني، يبقى اي فلوس داخله والسلام. المهم بعديها بيومين ثلاثه اتعرفت على واحد مصري عن طريق ناس صحابي، والراجل كان بقاله كتير يعني 15 او 20 سنه في البلد. فاول لما اتعرفت عليه بقى فادي والحمد لله على السلامه وكده، مبسوط ان انت جيت عندنا ومش عارف ايه، يا سيدي ربنا يخليك كلك ذوق. فقال لي طب ايه بقى ناوي على ايه؟ قلت له مفيش، قدمت على شغلانه وان شاء الله تيجي يعني، وجات الموافقه المبدئيه، لكن قاعد لسه مستني بعض الاجراءات تخلص. في نفس الوقت برضو في شغلانه تانية شغالها في مطعم، يعني حاجه كده بارت تايم. قال لي طب برافو عليك، طب ايه بتاخد كام في البارت تايم دي؟ قلت له المبلغ. قال لي ايه ده؟ ده مبلغ قليل جدا. قلت له ما انا عارف ما اعمل ايه، طب ما دي اول شغلانه ليا في امريكا وشغال في مطعم يعني، وبارت تايم يعني، مش رئيس وزراء. فقال لي لا لا لا، حتى لو كان، حتى لو هتشتغل اسبوع او اسبوعين قاعد مستني الشغلانه التانيه، بس انت كل دي او كل ساعه هنا المفروض ان انت يعني تاخد حقك فيها. قلت له ما هو غالبا هو السوق كده في الشغلانه دي، فيعني ما هاخد حقي في ايه يعني؟ محدش ظالمني في حاجه يعني. قال لي لا برضه احنا فادي، انت فادي، قال لي انت سايب بلدك وسايب اهلك وسايب دنيتك وجاي هنا في الغربه، لازم يبقى ليها تمن، لازم تاخد التمن ده. قلت لهم انا هاخده ان شاء الله يعني في المستقبل، لكن في الوقت الحالي وبعد ما انا جيت بكام اسبوع يعني انا مش متوقع ان انا هاخد يعني مبالغ اكبر من كده. قال لي واللي يجيب لك شغلانه اكبر من كده؟ قلت له يا ريت، ماشي ما عنديش مشكله. قال لي خلاص، انا شغال في مكان بقالي يمكن 7 سنين او حاجه، والمدير يعني عايز اقول لك يعني لو طلبت اي حاجه الراجل ما بيرفضليش طلب. فقلت له خلاص. قال لي وانا منصبي كبير يعني في المكان يعني. فقلت له حلو خلاص، دي شغلانه ايه؟ قال لي كذا كذا. ماشي يا سيدي ما فيش مشكله. طيب بكام؟ قال لي دي كذا يعني. المهم يعني طلعت مره ونص اللي انا بقى هاخده في المطعم. قلت له مره ونص ده فلوس كتير قوي. قلت له ده حلو حلو كتر خيرك يا سيدي. فبيقول لي الراجل ده انا ضامنه جدا. قال لي بص ما انسى، لو انت عايز تسيب الشغل من دلوقتي او تدي لهم نوتس كده او تقول لهم يعني انا همشي كمان يعني اسبوع او حاجه، ابتدي امشي في الاجراءات. قلت له لا انا مش هسيب الشغل الا لما تيجي. يعني براحتك، ما يعني براحتك، بس انا بقول لك الموضوع ده في ايدينا اصلا، الموضوع ده احنا عملناه كتير مع الاغراب، مش هعمله معاك. فامتى ممكن استلم؟ قال لي خلاص انت استلمت. قلت له انا كده استلمت خلاص من غير حاجه ولا انترفيو؟ قال لي انا بقول لك انا بقالي زمان والراجل ده حبيبي، فما فيش كلام كتير يعني، اخرنا يعني مكالمه تليفون بكره هيكلمك، حاجه شكليه كده تمام يعني، يقول لك بس اسمك وكذا واشتغلت فين ومش عارف ايه، وهتلاقي نفسك اتعينت. فالموضوع يعني شكلي ما فيهوش اي حاجه معقده ولا تخليك تقلق. قلت له انا مش عارف اقول ايه لحضرتك بصراحه يعني، انا طب ليه بيقولوا على المصريين كده ان احنا بنضرب في بعض لا ده انا بجد يعني اخويا المصري هنا ده انا اشيله فوق دماغي. امال ايه الكلام اللي احنا بنسمعه في مصر ده؟ قال لي كلام ايه؟ قلت له بيقعدوا يقولوا كلام المصريين والناس ما بتساعدش في بعض، بس اللي انا شايفه والترحاب والمساعده والحاجات اللي حضرتك بتعملها دي ده في ناس كتير ما اعرفها ما عملتش كده معايا. انا فادي انت بتتكلم في ايه يا حبيبي؟ احنا اخوات وبتاع، احنا مصريين زي بعض يا ابني، انت بتتكلم في ايه؟ لو ما شلتكش ما هشيل مين يعني؟ انت في؟ قلت له انا متشكر وعاجز عن الشكر بصراحه ومش عارف اقول لك ايه. طب امتى بقى ان شاء الله الاجراءات؟ قال لي انا قلت لك بكره هيكلمك وكده. قلت له ماشي، ادي نمرتي تمام، خدها معاك اكتبها واديها لهم وانا مستني التليفون. قال لي فادي تقعد جنب التليفون عشان الراجل ده وقته ضيق جدا، لو كلمك ترد عليه. قلت له لا انا ما قاعد، انا قاعد من دلوقتي يعني، انا هقعد من دلوقتي هفضل قاعد مستني المكالمه. فقال لي خلاص عشان بس الوقت ومش عارف ايه. قال لي لا، قلت له مفيش مشكله ما تقلقش. المهم جه تاني يوم ما حدش اتكلم، اليوم اللي بعده ما حدش برضه اتكلم. فانا قلقت بقى، انا خفت ان الرقم اللي انا كنت اديته له مثلا، ما رقم جديد عليا انا لسه مش فاكره، فانا قلت يكون في رقم غلط او حاجه. فرحت بعت له مسج ما ردش، رحت مكلمه في التليفون. قال لي يا فادي خير في ايه؟
قلت له لا خير ان شاء الله، بس هو حضرتك قلت لي من 4 5 ايام ان في حد هيكلمني وانا قاعد مستني، انت عايز اتاكد بس ان الرقم اللي انا مديهولك مظبوط. قال لي لا مش هو نفس الرقم اللي كلمني منه. قلت له اه. قال لي لا تمام مظبوط خلاص، ما هو ده اللي انا اديته له يعني. قلت له طب ايه خير، ايه اللي حصل، حد تاني اخد الشغلانه ولا ايه؟ قال لي معلش الراجل اخد عياله وطلعوا اجازه وبتاع يومين وبتاع وكده. قلت له لا ان شاء الله يرجعوا بالسلامه وينبسطوا وكده. يعني بس يعني قول لي يعني لو في اي ابديت او حاجه، عشان انا قاعد مستني. وفي نفس الوقت الشغلانه التانيه يعني ابتدوا يقولوا لي احنا ممكن نزود لك عدد الساعات، فانا مش عارف اوافق ولا لا عشان لو جت الشغلانه دي يعني. قال لي لا انا هكلمك بس يعني اصبر عليا ما تكلمنيش خلاص، عشان ايه انا مع يعني اول لما يبقى عندي رد هقول لك، وبس دي بتاعتك. قلت له ماشي لا خلاص وبتاع. لا طبعا يا فندم انا واثق فيك وكده وكتر خيرك طبعا انت بتتعب عشاني المهم يوم في التاني في التالت مفيش ولا تليفونات ولا في اي حاجه رحت مكلمه تاني. ايه يا باشا احنا بقالنا جمعتين دلوقتي في ايه؟ قال لي فادي بص انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه يعني. الموضوع كان سهل جدا وبسيط على كل الناس، بس مش عارف ايه اللي حصل. الشغلانه راحت. قلت له ايه اللي راحت؟ قال لي شغلانه راحت، قال لي في حد تاني ما اشتغل. قلت له امال ايه بقى صاحبي وفردتي وبتاعي والمدير ده مش عارف ايه قال لي يعني ايه يعني ما بيحصل. قلت له انت تخرس خالص، ده انت كنت عايز تسيبني شغلي واسيب المكان اللي انا اشتغلت فيه وعشان خاطر ضامن وضامن وعامل لي البحر طحينه. يا راجل حرام عليك، انا قاعد مستني كل الكلام ده وضيعت عليا حاجات تانية. المهم الراجل ما بقاش عارف يعمل ايه، وانا عمال اديله بقى فوق دماغه لان انا قاعد كابت بقالي اسبوعين مثلا، وقاعد بقى ايه حاطط امل كبير جدا ومتعشم جامد قوي، مره ونص المرتب اللي انا باخده ومجهود اقل ووقت اقل يعني حاجه حلوه قوي، وفي الاخر ايه بخ مفيش حاجه. فالدرس المستفاد اول حاجه ان انت اعتمد على نفسك دايما. اعتمد على نفسك. انا اعتمدت على نفسي ونزلت ودورت على حاجه ولقيتها، يبقى خلاص دي تمام. لقيت حاجه تانية افضل مش عارف ايه ماشي، لكن انا افضل ماشي ورا حد عمال يديني في وعود تمام ومش شايف منه حاجه، وكان ممكن يخليني اسيب شغلي، وانا طبعا ما كنتش هعمل كده اصلا، بس ساعات من الضغط ومن الزن ومن الثقه الشديده اللي هو مبينها لنفسه كان ممكن انا ابتدي اخد قرارات غلط. ده الدرس الاول. لكن الدرس الثاني والاهم هي اول جمله انا قلتها في الفيديو ده.